سيد النائب المحترمة الرفعة ماء العينين. السيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، يعتبر الطريق السريع تيزنية الداخلة محورا طرقيا نوعيا يربط وسط المملكة بجنوبها، وقد تم تنفيذه في إطار نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بأمر وتوجيهات حكيمة من سيدي صاحب الجلالة نصره الله وأيده سنة 2015، وهو إنجاز يحق لنا الاعتزاز والافتخار به كمغاربة. غير أن ما يؤسف له السيد الوزير رغم نوعية هذا المشروع الكبير وهو عدم تثنية المقطع الطرقي الرابط بين مدينة العيون ومدينة الداخلة والاكتفاء مقابل ذلك بتوسعته، وهو ما يخلف استياء كبيرا لمستعملي هذه الطريق، لأن الأصل في المشروع هو تثنية الطريق تيزنية الداخلة، ويجب الوفاء بهذا الالتزام بشكل كامل وحقيقي. فالطريق بوضعيتها الموسعة تقليدية ولا تتناسب مع حجم الحركة الاقتصادية اللوجستيكية التي سيخلقها ميناء الداخل الأطلسي الذي أشرف على نهاية أشغاله. لذا نطالبكم السيد الوزير باستكمال أشغال التثنية بنفس الجودة التي نلاحظها على المحور الرابط بين مدينتي تيزنيت والعيون، وهو ما سيساهم في تقليص مدة السفر وتحسين شروط السلامة الطرقية وتشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية وربط المغرب بعمقه الإفريقي عبر معبر القرقرات. على ضوء ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم على الخطوات الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل تثنية هذا المحور الطرقي الهام، وشكرا. سيد الوزير نتمنى إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة، تنشكرك لأنه ركزتي على واحد البعد أساسي بأنها طريق أساسية ودخلت في إطار نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية وربطات ما بين الجنوب ديال المملكة وشمال المملكة، وفي هذا الإطار هذا إنجاز تاريخي اللي تحقق 1100 كيلومتر اللي تحقق لصالح بلادنا والوحدة الوطنية في بلادنا. ولكن ضروري ندقق لك واحد الامر. جبت الاتفاقيه لان كنت حاضر فيها في 2015 اللي توقعت امام جلاله الملك. اش تقول هذه الاتفاقيه؟ تقول الاتفاقيه بانه تهدف هذه الاتفاقيه الى تحديد التزامات الشركاء في تمويل مشروع الطريق السريع تيزنيت العيون وتقويه وتوسيع الطريق الوطنيه رقم 1 ل9 الامتار بين مدينتي العيون والداخله. هذه هي الاتفاقيه اللي توقعت امام جلاله الملك، وبالتالي هذا ما تحقق على أرض الواقع وأنجز في هذا الإطار. ونعطيك الاتفاقية من بعد أستاذة إلا بغيتي تأكد، وحنا ما تنكذبوش على المغاربة، حنا تنقولوا الواقع. وبالتالي اليوم هذا الطريق السريع هي اللي كانت مبرمجة باش دار ما بين العيون والداخلة، ونذكر في هذا الإطار. واليوم حنا معلوم تنشتغلوا باش الحمد لله راه كملات هذا الطريق، واليوم راه هي الحمد لله كل شيء تيستافد منها. وتنقول لك بان في اطار ان شاء الله الميناء الجديد ديال الداخله الاطلسي ملي غينطلق، من بعد نشوفوا التطور ديال النقل اللي كاين ما بين العيون والداخله، ومعلوم يمكن يدار المحطه الثانيه دار في هذا المنطق اننا نديروا التوسيع مرحله اولى، ومن بعد المرحله الثانيه ان شاء الله يمكن دار طريق سريع. وشكرا.